مساء الخير، أهلا وسهلا بيكم معايا. أنا سمر القزاز. هنعمل مع بعض النهاردة الرز البخاري أو رز العزومات أو رز الأفراح زي ما بيسموه. وصفة هتعتمدوها كل مرة، هنعملها بطريقة سهلة ومبسطة جدا. خلونا ندخل على طول في الطريقة، يلا نبدأ بسم الله. اول حاجة حضرتها عندي، جبت حلة حطيت فيها معلقتين كبار من السمن البلدي، وبدأت انزل عليها باللحمة اللي عندي. اللحمة دي كانت لحمة ضاني، طبعا يفضل يكون لحمة ضاني، بس لو مش متوفر ممكن اي قطعية لحمة موجودة عندكم. لحمة الضاني عشان نتخلص من الزفارة اللي فيها بغسلها كويس، وبعد كده بنقعها لمدة 10 دقايق بس في مية بشوية خل، مش اكتر من كده. وبعد كده بصفيها، بشطفها واحطها في مصفى الصفة كويس. بعد كده جبت بقى زي ما قلت لكم، حطيت معلقتين من السمنة ونزلت عليهم باللحمة، وكمان حطيت معاهم هيل وقرنفل وورق لوري وكمان ملح وفلفل اسود، وبدأت اديهم كده تشويحة على السريع، ده كله على نار عالية. ولما لونها بدأ يتغير عندي بدأت أنزل عليهم بالمية المغلية، لازم تكون المية اللي عندي مية مغلية. وبعد كده بدأت أحط عليهم معلقة من البصل المتحمر اللي قلتلكم عليه قبل كده، دايما بشيله عندي جاهز في الفريزر. سبت اللحمة تستوي على نار هادية وهنعمل مع بعض صلصة الدقوس الباردة. اول حاجة حطيتها عندي، حطيت معلقة كبيرة من الثوم ونزلت عليها ب3 من الفلفل الاخضر، ممكن تضيفوا كمان 1 فلفل سبايسي بيدي تيست حلو قوي. وكمان حطيت معاهم 4 حبات من الطماطم. الكلام ده كله حطيته في الكبة عندي، تقدروا كمان تعملوه في الخلاط. حطيت كمان معاهم عصير ليمونة كاملة. وبعد كده كنت جايبة عندي بقدونس وكزبرة خضراء، بدأت ان انا انزل عليهم طبعا بالورق بس، زي ما انتوا شايفين، حزمة من الكزبرة وحزمة من البقدونس. هحط دلوقتي البهارات بتاعتي، انا ما بستخدمش فيها بهارات كتير، وهي اساسا ما بيتحطش عليها بهارات كتير. حطيت معلقة ونص من الملح، وكمان نص معلقة بس من الكمون، ومعلقتين كبار من الخل، وكمان معلقة كبيرة من الصلصة. بدأت اخلط كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، وهتبقى عندي الصلصة كده جاهزة. طبعا الصلصة دي بتتعمل على البارد زي ما انا عملتها معاكم، وتقدروا كمان تعملوها صلصة حارة، دي بتطبخ على البوتاجاز. فهعملها معاكم فيديو تاني، طبعا عملناها في فيديوهات قبل كده وهبقى اعملها لكم في فيديو منفصل لوحده. بدأت اغرف الصلصة بتاعتي دلوقتي في طباق التقديم، واخر حاجة هضيفها زيت، طبعا يفضل زيت زيتون، بس انا ما كانش عندي، كان خلصان، فحطيت زيت ذرة عادي. هركن صلصة الدقوس على جنب وهنعمل الرز البخاري. جبت حلة كبيرة عندي، حطيت فيها حوالي 5 6 معالق كبار من السمن البلدي، وكمان شوية من الزيت، طبعا تقدروا تستخدموا زبدة. وبعد كده نزلت عليهم ب3 بصلات متقطعين مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، كل ده على نار عالية. ولما البصل بدأ بس يسخن كده ويشكشك مع السمنة، نزلت عليهم ب4 جزرات مبشورين، مبشورين مش متقطعين. وبعد كده نزلت عليهم ب7 هيل، 7 قرنفل، كمان معلقتين صغيرين من الفلفل الاسود الحب، وواحد قرفة سيجار، واحد بس من القرفة السيجار، لو رفيع هنحط 2 من القرفة السيجار، وكمان ورق اللوري. وبدأت أقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم، وكمان هقلبهم مع بعض كويس جدا. لسه لحد دلوقتي النار عندي عالية، انا مش عايزة اهدي النار، علشان مش عايزة لا البصل ينزل ميته ولا الجزر كمان ينزل المية بتاعته، عايزة الكلام ده كله يتشوح على نار عالية. بدأت احط بقى البهارات بتاعتي، حطيت معلقتين صغيرين من الملح، معاهم كمان معلقتين من بهارات الكبسة، ومعلقة من ال7 بهارات او البهار المشكل. حطيت كمان معلقتين ونص من الكركم، مع ذرة بسيطة قوي من الهيل المطحون، ربع معلقة تقريبا من الهيل المطحون. الهيل المطحون بيدي تيست حلو قوي، بينقلنا لمكان تاني خالص. وكمان حطيت معاهم معلقتين كبار من الصلصة، وقلبت المكونات دي كلها مع بعض، ونزلت دلوقتي عليهم باللحمة. اللحمة في الوقت ده كانت استوت سوا كامل، وهنحطها على الخليط بتاعنا. على ما الرز يستوي هتكون اللحمة عندنا بقت زي الزبدة. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس، وبعد كده
هنزل على الخليط ده كله بالشوربة. طبعا لازم الشوربة تكون سخنة، لان المكونات لما تلحق بعضها وهي كلها سخنة طبعا بتبقى احسن بكتير. في الوقت ده كنت ناقعة كيلو من الرز البسمتي، غسلته ونقعته لمدة ساعة، وبعد كده صفيته وبدأت أنزل بالرز على المكونات دي كلها. هغطي الحلة عندي، مجرد ما الرز خلاص يشرب المية أو الشوربة اللي حطيناها ههدي عليه زي الشمعة وهسيبه يعيش مع نفسه، مش هقلبه ولا مرة، أنا بقلبش الرز البسمتي. بعد كده هبدأ أحمر بقى آخر حاجة عندي اللي هي المكسرات. طبعا أي مكسرات متوفرة عندكم تقدروا تحمروها. واخر حاجة حمرتها بعد المكسرات بشرت جزراية واحدة بس وشوحتها مكان المكسرات، وبقت كده كل حاجة عندي جاهزة. وجينا دلوقتي لأهم مرحلة وأحسن مرحلة بالنسبة لي، وهي مرحلة التقديم. وهوريكم قد إيه الرز نسري جدا وكمان مفلفل وحلو قوي قوي. هنقدمه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا. هزينه بالمكسرات اللي حمرناها وكمان بالجزر اللي شوحناه بعد المكسرات. هنقدمه مع صلصة الدقوس اللي عملناها. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لازم تجربوا الرز البخاري على طريقتي وتقولوا لي رأيكم فيه ايه. من فضلكم ما تنسونيش بالشير كتير كتير واللايك والكومنت الجميل بتاعكم، ومتشكرة جدا.